كنهضر بهذا الجرأه؟ حيت كنقول بون راه كاين تحسن في المغرب، راه كاين انا كنقول لك الملك ديالي كنبغيه ونموت عليه. انا قلت لكم عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك ملكا على المغرب من طنجه للقويره. عاش الملك والمغرب من طنجه للقويره. كاين شي خطاب اكثر من هذا؟ حنا احرص على بلادو على الملكيه. عاش الملك محمد السادس رئيس الدوله يعيش ومع الملك وفي الرايه مغربيه حمراء ونجمه خضراء. بغينا وطن فيه الملك محمد السادس وكامل الاحترام ليه في اطار حضاري الدستور كيسمح ليه، في اطار الثوابت نهزوا رايه الملك ونخرجوا بها، ما عنديش مشكله لا. والرايه المغرب حمراء نخرجوا بها، ندافع عن الوطن ونموت من اجل الوطن. عاش الملك. عاود عاش الملك ودخل على الحقوق. صافي غير عاش الملك انا نسكت على الظلم. عاش الملك وبغيت الدوله ديمقراطيه صافي. وراسكم تعرفوا المغاربه، انا عيطني شخص من اسبانيا كيقول لي اتصل بك السيده خطيبه ديال الزبزافي، وانا عارف ما كاين لا خطيبه الزبزافي لا شخص، وكتبكي عليا يا عباد الله. كتقول لي اشنو غندير اخويا؟ قلت لها واش انا ناشط سياسي؟ انا صحفيه الشريفه. باغيه موقف، باغيه يعني شنو كيبان لك؟ يعني كاين مخطط ديال التسجيلات الصوتيه ديالي واش نقول لها انا خرجوا الشارع ديروا عسير. انا ماشي، انا ما كنحرضش، انا كنناقش بوجهي المليان اللي في قلبي كنقولوا. انا راه مسلم بان الدوله قويه تقدر دير لي اوف نبات ما نصبح صافي باش ما. وانا كنعترف بان الدوله، هيبه الدوله خصها تبقى، وكل شيء نغامروا به الا هيبه الدوله في جميع دول العالم. انا اعترف وما خاصش الواقع على الدوله. انا شحال من واحد سبني، شحال من واحد اذاني في حياتي ودار موقف ايجابي مع الريف وقلت له تحيه لان مصلحه الوطن اكثر من مصلحتي انا الشخصيه. الملكيه اللي عاشت 4 القرون، 4 القرون تعاشت مع المغاربه بمجدها. الملكيه اللي دافع عليها علال الفاسي ومولاي العربي العلاوي والمهدي بن بركه، النخبه اللي كانت رايه المغرب اللي هي رايتي. انا علاش؟ لان سلاحي الوطن وما كنخاف. عندك ملكيه في المغرب عمرها 4 القرون، سميها ملكيه ولا سلطان شغلك هذاك، انا كنعتبرها ملكيه 4 القرون. 4 القرون وهي كاينه هذه الملكيه. المهم كتنوع العلويين 4 القرون كتعيش معاك انت. في المغرب كي داير الوضع؟ عندك شباط ملكي، نمشيو دقه العثماني ملكي، العنصر ملكي، الاشقر ملكي، البراهمه ملكي، نبيله منيب ملكيه. كينتقلوا السياسه ولكن ماشي جمهوريين، ما كيقولوش القلاب على الملك. وكنحييهم دابا يسمعوا لي دقه باش تفهموا الفكره. يعني كل شيء ملكي في المغرب. الجمعيات الحقوقيه كلها ملكيه، النقابات كلها ملكيه، الدرك الملكي حسين بن سليمان ولا مطلق الملكيه، كاين شي تشقق. المخابرات ديال دي اس تي الحموشي ملكيه، زيد. الجيش المغربي ملكي، زيد. شنو بغيتو اخر؟ يعني القوات المساعده ملكيه، زيد. المؤسسه. اذا كاين اجماع من طرف هادو، ماشي شغلي ولكن واقع الحال كاين اجماع عليها. واخا انا خرجوا من المغرب، اش كاينه برا؟ فرنسا شنو؟ فرنسا داعمه الملكيه مره صافي. اسبانيا داعمه الملكيه، الشمال الاطلسي داعم الملكيه، امريكان داعمه الملكيه، روسيا زيد. ريافه وطنيين وملكيين ومسالمين وغزالين. نقطة على السطر. الملك أدرى بالسياسة الخارجية المهم، الله يحميه ويحمي المغاربة، آمين. يحمي الملك ويحمي الشعب المغربي. بخصوص أنا كنا الصديق والأخ محمد الهيني درنا زيارة للحسيمة، الناس عبروا بشكل حضاري وسلمي. كانت واحد العبارات لا طريق، بعض أقول بعض المصطفى المغرب بالدولة، عفوا المغرب بالدولة الداعشية ولا كذا، لا يجب أن يليق المستوى. قد نناقشوا سلوك داعشي، كي ما نقولوش دولة داعشية مهما كان اختلاف مع الدولة. حنا موحدين كمغاربه من طنجه. اذا الخطوره ماشي هذاك ترفع رايه، الخطوره هي من اللي رفعنا رايه المغرب في الساحه تجري عليا كما دار واحد الناس مع واحد السيد كانت البارح. ودي من الحوايج اللي بقات فيا وما كنقول. انا ما تعطي غير نموذج بيا. انا المهداوي غنجي مثلا من الرباط نهبط للحسيمه، اذا انتقلت تما دونك جايباني الحراره، ما جايبانيش شي حاجه، جايباني الضامن. ولكن ملي جيت تما خصك تكرمني. شنو هو الكرم؟ الكرم ماشي هو مثلا غنقول لا حتى هويتي تحافظ عليها. انا عندي علم مغربي، نقدر ما ترفعوش ما ننتبهش، ولكن الا شي واحد جابو زاديتي عليه كتقيسني. اذا انا كنتوشا اذا غنرجع مره اخرى ما نهضرش معاك. كيف تطلب مني ان اكون هادئا ووطني يذبح وانا ارى المستقبل يرعبني وارى مسؤولين غير مسؤولين وبلادي مهدده ووطني سيمزق
وتطلب مني وكأنني أناقش السحر في آسيا أو أناقش مستحبات الوضوء حتى أكون هادئا. أنا أناقش وطن، وإن لم أنفعل مع هذا الوطن لست بشر. أنا أخاف على أسرتي، أخاف على الوطن، على المؤسسات، على الملكية. نريد العيش مع الملكية. مطالب اليوم مطالب عادلة. أنا أتوقع أن المؤسسة الملكية تتدخل. أنا أعرف أن المؤسسة الملكية من ميزتها مقارنة مع الأنظمة العالمية هناك نوع من الرشد، هناك نوع من يعني تقدير مساوئ المخاطر. لا يمكن الإنسان إلا أن يصفق لها، ولا يمكن أي إنسان مغربي ووطني يريد استقرار هذه البلاد إلا أن تثير إعجابه وأن يفرح من يشوف أن الملك محمد السادس يعني يحظى يعني حفاوة وكي ياخذ تصاور بكل تلقائيه وبكل عفويه داخل يعني وسط يعني حشود من المغاربه. كاينه اشاره كذلك حتى على مستوى يعني برا بالنسبه للجاليه العالم، رساله العالم بان هاد المغاربه اللي جايين برا بانهم ما حاقدينش على النظام، واخا هما خارجين يخدموا ما كاين لا حقد ولا والو، بالعكس هما كيبغيو يعني الملك ديالهم وملتحمين به. اذا هي اشاره كذلك للاوروبيين بان الملك عنده شعبيه ديالو، بان النظام متماسك على مستوى الشعب وعلى مستوى القياده في العلاقه بملف الصحراء، وخاصه وان الرساله القويه اللي كانت من ديك المسيره اللي تنظمت مؤخرا في المغرب بصرف النظر على التقييم ديالها، ولكن كانت فيها واحد الرساله، هو انه النظام او الداخليه او قادره تموبيليزي الناس، وبالتالي الى جا شي منعطف كيقتضي ان الناس تخرج فراه كيتفاعلوا مع النداء ديال السلطات ومع ديال الجهات. اذا نقدروا نقولوا هذه كلها اشارات يعني من غايه هذه الرساله. كذلك هناك رساله اخرى بان الملك حتى على مستوى اللباس ديالو يعني بالجين وبواحد اللباس عصري وحداثي يعطي الانطباع للعالم بانه ملك حداثي وملك عصري، خاصه وان يعني البلاد المغرب كنعرفوا بان الاسره يعني الحاكمه هي اسره يعني كتبان على مستوى شكلها اسره حداثيه، خاصه وان الملك في المغرب يحمل صفه امير المؤمنين. اذا عبر هذا الانطباع او عبر هذا اللباس العصري ديال السروال ديال الجين وواحد النوع من الاحذيه اللي معروفه عصريه، كيبغي يعطي اشاره كذلك حتى للعالم بان اماره المؤمنين هي من مستلزمات يعني السلطه السياسيه، وبان الملك راه عصري وحداثي. اذا هذه كلها اشارات ايجابيه، ولا يمكن لكل انسان يعني سليم في عقله وسليم في قلبه وانسان اللي هو وطني الا انه يفرح. ما حتى شي واحد ما كيكره يشوف الرئيس ديال الدوله ديالو او الملك ديالو كيحظى بالحب وكيتحرك. هذه كلها مزيانه، وخصكم تاكدوا بان المغرب ما تكون فيه لا فوضى لا والو. هذه غير ينساوها. المغرب للبيت ربي يحميه، والمغاربه حكماء حتى في عز الانفلاتات. انتم شفتوا المغاربه كيعرفوا اش كيديروا، والمغرب ما يمكن يغامر به حتى واحد لان راعيه الرعايه الالهيه، وحتى الملكيه كتخدم العقل. انا ما بغيتش القذافي، انا بغيت الملك معزز ومشرف. ها الفرق بيني وبينك. نحيي الدوله المغربيه على هذا الموقف الناضج، نحيي الدوله المغربيه على هذا الموقف الناضج، ونقول للشعب المغربي بشرى لك وتحية للدولة المغربية على هذا الموقف الناضج بصرف النظر ولو جاءت طريقة التفافية. مع ذلك احنا عندنا الشجاعة وحنا عندنا المرونة وحنا وطنيين. عندما يسيء المسيء نقوله أسأت، وعندما يحسن المحسن نقول له أحسنت، بمنتهى الشجاعة، لأن أجندة ديالنا في آخر المطاف أجندة وطنية. فتحية للدولة المغربية على هذا الموقف الناضج في انتظار مواقف أنضج، أنه ليس هناك من مدخل قانوني ودستوري للإفراج إلا صيغة العفوية الوحيدة المتاحة الآن. وعندما يعفو الملك عن المعتقلين لا يعني أنهم راهم مجرمين. وعيد سعيد طبعا للملك محمد السادس والمولاي رشيد، وعيد سعيد كذلك للا سلمى، وعيد سعيد كذلك الحسن الثالث الامير مولاي حسن، والعيد كذلك سعيد للا خديجه، والعيد سعيد الامير مولاي هشام، والعيد سعيد النخبه المغربي. عيد سعيد الجميع، حنا كنحبوا الجميع. تحيه للملك محمد السادس، وما غنقولش عاش الملك، غنقول عاش ونص جوج. راه الانفصال غير مستحيل، ما كاينش المقومات ديالو لا واقعيا لا سياسيا ولا دوليا، لان الانفصال خاصو اي دوله خاصها اقتصاد يكون قوي. ما يمكنش دوله تما في ديك المنطقه الجغرافيه والطرقان من غيدوزوا كيفاش دايره وعدد السكان وكذا تقول لي غتبني دوله. كي غدير لهاد الدوله؟ انا الرايه ديالي هي الرايه الحمراء في نجمه خضراء الوسطى، دي رايه بلادي الوطن، وكنبايعوكم وكنحترموكم.